السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعرف ازاي نعمل شورت كات وايه لازمه الشورت كات. يعني ايه شورت كات؟ يعني اختصار لملف مهم عندي هطلعه على الديسكتوب. طب ليه هطلعه على الديسكتوب؟ علشان اسهل على نفسي الشغل. الله، طب ما اخد منه نسخه واطلعها على الديسكتوب. يعني انا مثلا كل يوم المفروض بفتح زيس بي سي، ومن زيس بي سي بفتح البارتيشن اي علشان اشتغل على الفولدر ده. طب ما اخد منه نسخه واطلعه بره على الديسكتوب هنا. ايه المشكله؟ المشكله لو اي وقت الويندوز وقع كل حاجه على السي بتتفرمط، والديسك توب يعتبر جزء من السي. طيب الملف بتاعي المهم ده هيبقى مصيره ايه؟ مصيره هيتمسح من عندي وكل شغلي هيروح. طب هحل المشكله دي ازاي؟ انا مش عايز الملفات بتاعتي المهمه، انا محتاج الملفات بتاعتي دي، وفي نفس الوقت انا عايزه اسهل على نفسي الشغل. انا عايزه اطلع شغلي على الديسك توب، مش كل شويه هدخل على زيس بي سي والاي والاف. هنا احنا هنعمل حاجه اسمها شورت كات او اختصار. ازاي بقى اطلع اختصار من الفولدر وما يأثرش على الفولدر الاساسي، وفي نفس الوقت اي حاجه بعدلها في الفولدر الاساسي بعدلها في الشورت كات بتتعدل اوتوماتيك في الفولدر الاساسي. طيب تعالوا نعمل الكلام ده. انا عندي الفولدر ده على الاي، خلينا نوسع النافذه على البارتيشن اي، وعندي فولدر مهم، وبعدين عايز الفولدر ده اللي هو الفولدر المهم اللي فيه شغلي كله، عايز اطلع منه اختصار على الديسك توب، وفي نفس الوقت لو حصل مشكله في الويندوز عندي ما يتاثرش عندي الفولدر اللي جوه ده. عارفين زي ايه؟ اما يبقى عندك فيسبوك وواتساب مثلا على الموبايل عندك وبتطلعهم على الشاشه الرئيسيه زي اختصار، وفي نفس الوقت البرنامج نازل ومتحمل عندك على الموبايل، ولو اي وقت انت مسحت الاختصار بتاعه اللي على الشاشه الرئيسيه عندك على مش هيأثر على البرنامج الاصلي بتاعك سواء فيسبوك او واتساب او ايا يكن. طيب ازاي بقى اطلع شورت كات؟ اعمل كليك يمين على الفولدر اللي انت عايز تطلعه شورت كات، كليك يمين، بعدين هتلاقي كلمه سند تو، وبعدين روح اختار ديسك توب كرييت شورت كده. اطلع بره تاني على الديسك توب، هتلاقي الفولدر ظهر منه اختصار على الديسك توب. بس حد واخد باله من حاجه؟ في حاجتين متغيرين في الفولدر ده. اول حاجه في سهم صغير كده على الفولدر، تاني حاجه مكتوب تحتيه شورت كات. السهم الصغير ده معناه ايه؟ معناه ان الفولدر ده مش فولدر اصلي، ده شورت كات، ده اختصار للفولدر الاصلي. طب ده هيفيدني في ايه؟ لا هيفيدك كتير. هيفيدك ان انت ما ينفعش تاخد الفولدر ده على فلاشه، هيفيدك ان انت لو مسحت الفولدر ده ما تبقاش قلقان لان مش هو ده الفولدر الاساسي، ده اختصار ليه. طب ثواني، انا دلوقتي لو فتحت الفولدر ده هيفتح عندي الفولدر الاصلي ولا الاختصار؟ لا انت كده فاتح الفولدر الاصلي. طب انا مش مصدقك. طب ما انا ايش عرفت؟ تعالى كده هتلاقي المسار بتاعه انت دلوقتي جوه الاي مش على الديسك توب. ايه ده؟ يعني معنى كده ان انا دلوقتي لو عملت اي حاجه هتسمع في الفولدر الاصلي اللي جوه. تعالوا كده نعمل كليك يمين ونضيف فولدر جديد، والفولدر ده هنسميه مثلا تلاتات كتير كده وانتر، بعدين نقفل. تعالوا بقى نروح لزيس بي سي وبعدين نفتح الاي، نفتح هام جدا، هنلاقي التعديل. هو التعديل ده انا عدلته من الشورت كات ولا عدلته من الملف الاصلي؟ عدلته والله من الشورت كات. مش هيفرق سواء انت عدلته من الشورت كات او الملف الاصلي، كده كده هيسمع في الملف الاصلي اللي جوه عندك. طب ثواني، يعني انا دلوقتي لو اي حاجه عملتها في الفولدر او الاختصار ده هيسمع في الفولدر الاصلي اللي جوه. طب لو انا مسحت الاختصار ده هيحصل حاجه للفولدر الاصلي؟ لا. طيب لو انا عايز الفولدر ده على فلاش، سؤال ليك انت بقى، وقف الفيديو وفكر شويه. هل لو انا عايز الفولدر ده على الفلاش هاخد الاختصار ده ولا هاخد الملف الاصلي اللي جوه؟ الإجابة هاخد الملف الأصلي اللي جوه. ما ينفعش أبدا آخد الاختصار، ما ينفعش أبدا آخد الشباك بتاع البيت وأقول أصل أنا عزلت. ما ينفعش، ده شباك، ده اختصار، الملف الأصلي جوه. طب أنا نسيت ملف الأصلي ده موجود مكانه فين؟ أنا مطلع الشورت كات ده بقالي سنتين ونسيت مكانه الأصلي فين. هعمل إيه؟ في الحالة دي اعمل كليك يمين عليه وقول له اوبن فولدر لوكيشن، هيجيب لك مكانه الأصلي فين وهيحدده لك كمان. فتح لك البارتيشن إيه وحدد لك الفولدر الأصلي فين. يبقى أنا كده عرفت إزاي أطلع شورت كات، وعرفت ليه اطلع شورت كات. لو انت خايف على شغلك احفظ حاجتك بعيد خالص عن السي، خليها في اي بارتيشن تاني، وفي نفس الوقت تطلع شورت كات بره وانت مش هتبقى قلقان. اي وقت الشورت كات ده هيتمسح او هيحصل فيه اي حاجه مش هيحصل حاجه في الملف الاصلي ومش هيبقى فيه عندك مشكله. مهم تعرف تتعامل مع الشورت كات. علامه السهم الصغير ده يبقى انت عارف ان الفولدر ده اختصار مش فولدر اصلي. ومعظم البرامج اللي بتبقى على الديسك توب بيبقى عليها السهم الصغير ده، لو عندك جوجل كروم، لو عندك
عندك اي لعبه هتلاقي عليها سهم، ده معناها ان دي اختصار بس بيفتح اللعبه او بيفتح البرنامج، بس مش هو ده البرنامج. معناها لو مسحت البرنامج او الشورت كات اللي باين عندك ده مش هيأثر على البرنامج ومش هيأثر على اللعبه بتاعتك. مطلوب منك تجاوب على السؤال ده، لو جاوبت عليه يبقى انت كده فهمت الفيديو ده وممكن تدي نفسك 10 من 10. ايه الفرق ما بين الفولدر رقم 1 والفولدر رقم 2؟ مستنيه اجاباتكم في تعليق وان شاء الله هرد عليكم بنفسي. اهم حاجه ما تنساش تتعلم ببساطه وتحب اللي انت بتتعلمه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعايه الله.